ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض ازاي ننزل الاسم على المحفظة وازاي نزخرفها. تمام، دي اول خطوة. كانت اول خطوة احنا عملناها مع بعض اللي هي الباترون بتاع المحفظة. زي ما انتم شايفين كده، الكفر الداخلي والخارجي والجيوب. هتلاقي الفيديو معمول عندكم في القناة. تمام. دي كده انا قصيت بقى المحفظة. انا برضو وريتكم طريقة القص ازاي. الباترون ازاي بنقصه؟ احنا بننزله عادي على الجلد وبعدين بنقصه. الموضوع ما فيهوش اي حاجه صعبه، وبعدين المحافظ من اسهل الحاجات اللي ممكن تعمليها. مش محتاجه ان انتي تنزلي تاخدي فيها كورس ولا تتعبي قلبك ولا اي حاجه. من البيت على طول اتفرجي على الفيديوهات وتعلميها. ممكن تعمليها مشروع ليكي برضو، لان في صفحات قايمه على الفيسبوك بتلاقيها بتعمل الكراتات والمحافظ وبس. ما بتعملش اي حاجه اكتر من كده. فانت ممكن تاخديه مع مشروع ليكي مع الميداليه. تمام. دي كده اللي عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا يعني. بالنسبه للكفر الداخلي والخارجي اللي هو اللي بيتحط الاتنين اللي بيتحط ما بينهم الفلوس، ده بيبقى جلد بقري. اما الجيوب اللي انا برصها دي بتتعمل من جلد الماعز. ما ينفعش تعملي كله جلد بقري. هتبقى المحفظة سميكة جدا. وطبعا انتوا عارفين المحفظة بتتحط في الجيب من ورا. لازم تكون خفيفة عشان ما تتعبش الظهر. تمام. يبقى احنا قلنا الكفر الداخلي والخارجي لازم يبقى جلد بقري، يعني جلد تخين او لباني. لباني اللي هو جلد العجول الصغيرة. يا جلد بقري يا لباني. والجيوب بتتعمل ماس عشان تبقى سمك المحفظة خفيف، مش سميك يعني. تمام. ده كده الكفر الخارجي اللي احنا هنكتب عليه الاسم. ده كده اسامي. انا وريتكم ازاي الاسامي احنا بننزلها. بنجيب جوجل وبنشوف اللي نكتب عايزين اسم عمرو مثلا. اسم عمرو هيظهر لكم اسم عمرو. فهتاخدوا الاسم سكرين شوت وبعدين بتشوفوه من على الشاشة زي ما انا وريتكم برضو في فيديو سابق اتفرجوا عليه. ده كده الاسمين دول انا شايفاهم. وكان في الاسمين التانيين اللي انا حطيتهم على جنب دول انا كنت منزلاهم في المكتبة. كان اول ما ابتديت يعني ما كنتش لسه عارفة الطريقة دي. تمام. احنا بنقفل الكفر الخارجي كده ونقسمه اتنين. وبشوف بقى كده في الاول بعمل بروفا كده. اشوف اني اسم احلى، عمرو ده ولا الطريقة دي، ولا الطريقة دي هتبقى احلى وشكلها كويس على المحفظة. وبرضو تشوفوا الأجمل والأسهل بالنسبة لكم. ما تاخديش حاجة صعبة في الأول وتقولي لا أنا أتحدى نفسي وأعملها. اعمليها في حتة جلد خارجية. لقيتيها مشيت معاكي تمام. ما لقيتهاش مشيت معاكي يبقى خلاص، عشان حرام ما تبوظيش الايه، حتة الجلد. فأنا لقيت الأحلى والأسهل بالنسبة لي اللي هو الشكل ده عمرو. طبعا لازم تبلوا الجلد وانتوا أكيد عارفين. أنا بليت الجلد وبعدين همشي بقى بحرص واحدة واحدة. وهتقل ايدي جدا على الورقة عشان الورقة لو اتحركت هتبوظ لي الشغل كله. تمام. نمشي بقى حرص واحدة واحدة على الاسم. ونكون متقلين ايدينا ونمشي واحدة واحدة. انا بشوف الشغل بتاع الصينيين يعني ما شاء الله. عشان هم عندهم دقة عالية قوي في الشغل بتاعهم. بيمشوا واحدة واحدة وبالراحة بتلاقي الحاجة بتاعتهم بتطلع حلوة قوي ومظبوطة زي المسطرة. تمام. فمش مشكلة لو انت نزلتي الاسم ده في 5 دقايق، قولي 10 دقايق بس في الاخر هتطلع حلوة معاكي. انا كده اهو خلصتها. قبل ما تشيلي ايديكي من على الورقة ارفعي الورقة وشوفي تمام الاسم كله نزل ولا في حتت نسيناها. كده اهو تمام. انا نزلت اسم عمرو. حطيته في الجنب، ما حطيتوش في النص. ممكن تحطيه في النص تحطيه تحت على حسب ما انت حابة وهو مطلوب منك. تمام. احنا بقى كده عايزين نزخرفوا الجوانب بتاعة المحفظة. انتي بتسألي برضو العميل بالذات الرجالة، تحبها مزخرفة ولا تحبها تبقى سادة. كده انا دخلت سنتي من كل جنب عشان اعمل البرواز ده. زي ما انتوا شايفين انا عملت علامات اهي، سنتي من هنا وسنتي من هنا. ووصلت بقى الايه بالقلم الرصاص او بالقلم العلام. زي ما انتي حابة اللي موجود عندك والمتاح اعمليه. كل ده هيروح اصلا في الصبغة ومش هيبان. بس ما نستخدمش قلم جاف طبعا لان هو مش هيروح من على الجلد. كده اهو انا هزغرف بالموجة دي اللي هو الشكل على شكل هلال او موجة. هوريكم رقمها 407. في 707 407. تمام. هنبل برضو الجلد. انا قلت لكم اي شغل بنعمله على الجلد لازم يكون الجلد مبلول. هنمشي واحدة واحدة كده وهندق بالشاكوش. تمام. انا كده اهو عملتها. فضلت ماشية واحدة واحدة. وفي اللي هي النقطة الصغيرة دي عملتها ما بين كل موجة والتانية. زي ما انتوا شايفين انا بلة الجلد. دي كده هي اللي هي النقطة الصغننة دي. عملت بيهم هما الاتنين. وممكن ما تعمليش باللي هي اللي ايه زي اهي. بصوا اوريكم الطريقة. تدوقي واحدة واحدة برضو زي ما قلت لكم بحرص جوه البرواز اللي احنا عملناه. وما بين كل موجة والتانية هتعملي النقطة دي.
الموضوع صعب وما فيهوش أي حاجة، بس أنتِ بتسألي الأول العميل حاببها مزخرفة والّا سادة، لإن في ناس ما بيحبوهاش على فكرة بتبقى الشغل مزخرف، عايزينه يبقى سادة. تمام، أنا كده دقيت اسم عمرو، هابقى أوريكم طبعًا فيديو خاص بالدق، أو ممكن تحرقيه، أنا كنت عملت معاكم الحرق في القناة قبل كده. تمام، الموضوع صعب ما فيهوش أي حاجة وممكن تعمليه من البيت. تمام، عايزاكم بقى تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك عشان نكمّلوا المحفظة مع بعض. مع السلامة.